شيخ الازهر بيتصل على الطالبه سما وبيفرحها وبيقول لها الو سما معايا؟ قالت له ايوه سما. قال لها مبروك يا سما، انت بقيت الاولى على الجمهوريه. ما شاء الله على كميه الفرحه والبهجه اللي في قلب الفيديو ده. هو شيخ الازهر كده بيصور نفسه وبيكلم سما وعن فرحتهم بقى، وتقول له طب انا اختي عملت ايه؟ اختي اسمها كذا، شوفها لاقيها ناقصه 4 درجات بس وتبقى 100%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الف 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 مبروك يا سما ليكي انت واختك، واتمنوا الكليه اللي انتوا عايزينها. يعني الموضوع متاح قدامكم انت واختك، اختاروا براحتكم، اختاروا اي كليه انتوا نفسكم فيها. وفي نفس الوقت ربنا يرزق كل واحد تعب على عياله وشيء عليهم وفي حلم نفسه يشوفوا فيهم باللحظه دي، والوزير بيتصل عليه بيقول له مبروك ابنك طلع الاول على الجمهوريه. يا رب كلكم، يا رب كلكم، كل حد بيسمعني دلوقتي يكون لاولاده نصيب ان هم يجيبوا تقديرات كويسه ويحققوا الحاجه اللي نفسكم فيها وانتوا ما عرفتوش تعملوها. ربنا يعوض عليكم يا رب. واي حد يعمل لايك على الفيديو ده يا رب يكون من ورا الفيديو ده سببه بدعوتي دي، تكون سبب لابنك ان هو يجيب تقدير جيد جدا، يجيب ممتاز، يجيب درجات نهائية، يجيب الاول، يحقق حلم، داخل كلية يختار الكلية اللي هو عاوزها، تعبان ربنا يشفيه ويزيع عنه. يعني كل حاجة انت نفسك فيها نفسك تتحقق يا رب تحقق لهم يا رب. دعوة ظهر غيب. انا معرفش مين اللي هيشوفني، بس انا بقول حاجة من فرحة نابعة جوايا لما انت شفت حاجة زي دي والاهل فرحوا ازاي. فيا رب فرحة لكل واحد ورا عياله وشقيان عليهم وعايزهم يوصلوا لحاجة وعايزهم يوصلوا لقمم النجاح، وبيعمل معاهم قصارى جهده عشان يوصلوا ليها. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك على الفيديو ده وصلوا على النبي في الكومنتات. بامانة عليكم لازم تصلوا على النبي في الكومنتات، او مش شرط في الكومنتات، اهم حاجة تصلوا على النبي وانا اكون سبب في ده. وتعملوا اشتراك عشان العدد بتاع القناة يكبر في المشتركين، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.